صوت الصمت لما الكلام بيكون بالقلب. أهلا وسهلا فيكم أحبائي وأصدقائي المتابعين وما كنتوا عم بتتابعونا بحلقة جديدة من قصة بتشبهك. أنا جو كريم مرافقكم من وراء الميكروفون وعلى الهندسة الصوتية والإخراج. واليوم رح بيكون في تغيير بسيط، لأنه اليوم ما رح كون لحالي بالحلقة، رح بترافقني اليوم الزميلة رندا الأمين بتقديم هيدي الحلقة. يا هلا جو، أهلا وسهلا فيكم جميعا. أنا رندا وكتير مبسوطة إنه اليوم بشارككم حلقة جديدة من برنامج قصة بتشبهك. نحن هون لسرد قصص عن الحياة وعن الناس، عن مشاعرنا وأحاسيسنا. واليوم رح نحكي عن شيء يمكن ما بينقال بالكلام، رح نحكي عن الصمت، وهذا الشيء اللي كتير بيحكي مرات أكتر من الكلام. لما السكوت بيحكي يعني فعلا جملة معبرة. في كتير ناس جو بيفكروا إنه السكوت ضعف، بس الحقيقة إنه السكوت هو قوة. السكوت قوة الإحساس أو قوة اللحظة أحيانا بيكون. مرة كنت زعلان وقاعد وما كنت عم بحكي ولا كلمة، وفاتت لعندي صديقتي وحطت قدامي على الطاولة فنجان قهوة ومسكت ايدي وشدت عليها نتفة. ما قالت ولا كلمة، بس حضنها وصلني. وقتها فهمت إن الحب مش بحاجة لصوت عالي، الحب بيكون بالإحساس الهادي وبالصمت، بس مو أي صمت، الصمت اللي من القلب. اسمع الصمت. نحن يا أصدقائي وحبايبي المستمعين عايشين بعالم كتير مليان بالضجيج والعجقة، لكن أكتر شي صادق بيجي بالهدوء. جرب تسكت شوي وخلي كل شي حواليك يكون هادي، واسمع شو في جواتك. فعلا جو، يعني وارد جدا إنك تكتشف مشاعر كنت ناسيها، أو يمكن جواب كنت عم بتدور عليه لفترة وهو جواتك بس عم يستنى. أوقات الصمت بيكون أكتر من كل الكلمات، هو بيكون اللمعة اللي بتفهمك من دون ما تحكي. وفي أحيان كتير بيكون الصمت هو الجواب اللي ما إله مثيل، بيكون الشيء اللي انت عم بتدور عليه وما لاقي له تفسير. شكرا لكل شخص عم يسمعنا، وشكرا لكل شخص حس إنه هيدي القصة بتشبهه. وكمان شكر خاص لفريق الدعم يلي ورا هالصوت من منوعات مع جو ومن موقع جريدة زين الوطن. أنا جو كريم وأنا رندا الأمين، ومنتلاقى فيكم بحلقة جديدة وبقصة جديدة من برنامج قصة تشبهك. إلى اللقاء.